كابتن نادي الزمالك السابق كابتن عفت نصار واخد رايه في مباراه اليوم والشكل لنادي الزمالك، هل هيستمر من وجهه نظره؟ وانا برضه يهمني اعرف وجهه نظر كابتن عفت، ولا الامور ممكن تختلف والامور بالنسبه لنادي الزمالك ترجع مره اخرى للافضل؟ كابتن عفت تحياتي ليك. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ يا رب دايما يا كابتن. اخد رايك في ماتش النهارده يعني وسؤالي. عايز اقول ان احنا كان عندنا طارق حامد وامام وبن شرقي ومصطفى محمد. اللعيبه دي انت دفعت فلوس اكتر منها في اللعيبه اللي انت جبتها علشان الامور فيها ان الامور لو مشت بشكل كويس ما كانش ده حصل في نادي الزمالك خالص. للاسف الناس اللي كانوا مسؤولين لازم يتحاسبوا ولازم تعمل لهم كده، عارف، كده خلاص، وتقعد دايما. معلش كابتن عفت الصوت مش واضح، بس معلش كابتن. زي ما بنقول ايام ما بس في مشاكل في النادي، لعيبه بتتشرب بمبالغ كبيره جدا، ومش هي اللعيبه اللي في نادي الزمالك. وقلنا ان الفتره دي فتره سيئه في تاريخ نادي الزمالك. لازم نقول برضو ان الفتره اللي فاتت دي كان في مشاكل كتير جدا، وانا اعرف حاجات كمان، حاجات لو انا معايا غير كلام اللعيبه، لو معايا مستند انا كنت وديت ناس كتير جدا في داهيه. يعني ايه كلام اللعيبه يا كابتن؟ هل في كلام يعني وصل في بعض اللاعبين في لعيب مضى على 16 مليون وخد 4 مليون بس. في مدرب عندنا كان بياخد 45,000 دولار في الشهر، نيبوشا كان بيستلم في ايده 12 بس. في لعيب طلع بره كان ده على مسؤوليتك يا كابتن؟ على مسؤوليتي. ما انا بقول لك ده كلام اللعيبه. ولا انا معايا تسجيل للعيبه على فكره، وهم قالوا لي احنا مستعدين نقول، بس احنا هنتحاسب لان احنا مضينا فعلا على استلام الفلوس، لان كانت مصلحه بالنسبه لهم، فاهمني؟ لان هي كلها كانت عباره عن سمسره لبعض الناس الغير مسؤوله اللي بجد لازم تتحاسب. زي الفتره دي انت لو رحت نادي زي الزمالك دلوقتي هتلاقي زباله في النادي، ومش هتلاقي العمال، ومش هتلاقي يرضي مين؟ فين الدوله من الكلام دوت؟ نادي الزمالك كيان كبير قوي، لازم الدوله تقف معاه، لازم تساعده. مش لازم نسيب الامور علشان حد بيتحكم في ناس موجوده لمصالح شخصيه. نسيب نادي الزمالك كده؟ حرام يا جماعه، حرام. نادي الزمالك اكبر من كده، ونادي الزمالك كيان كبير جدا. لو ما بقاش نادي الزمالك مش هيبقى في نادي الاهلي. بس يا كابتن خليني اقول لك طبعا ناديين كبار وناديين بيكملوا بعض في الكره المصريه وشكل الكره المصريه. لو فقدت المنافسه مش هيبقى عندك حتى الاهلي. يعني الاهلي لو ما لقاش منافسه في الدوري هيبقى ضعيف، فمش هيبقى في منافسه، مش هيبقى في فرق، مش هتلاقي فرق تكمل. انت السنه الجايه ما فيش فيوتشر على الكلام اللي بيتقال الفتره اللي جايه دي انه اتباع. انت شايف الفرق بتاعت الاقاليم اللي عندها الجماهير اللي ممكن تعمل حماسه اللعيبه. عند الاسماعيلي حماسه جماهير في الملعب بتكسبه. انما انت لو انت عندك لعيبه وعندك جمهور وعندك كل حاجه، كل الامور دي، وعندك اداره، للاسف احنا ما عندناش. نادي الزمالك ما فيهوش. مين اللي جاب اللعيبه دي؟ مين الجريء اللي ممكن يطلع يقول انا جبت اللعيبه دي؟ طب جبت اللعيبه دي ازاي؟ بناء على ايه؟ مين اللعيبه دي؟ حتى الناشئين اللي طالعين للاسف الفتره اللي فاتت كلها تهريج في قطاعات الناشئين، تهريج. فين حاتم سكر النهارده في الشوط الاولاني 9 ميس باص، وفي الشوط الثاني 17 ميس باص ومعهوش حد؟ وفي كده؟ وفي لعيب بيلعب مع فرقه كبيره يعمل ميس باص ده؟ السرد باكين النهارده ومن ضمنهم الونش كمان. ايه كميه الميس باص دي؟ اللي اسمه رؤى ده بيعمل ايه يا جماعه؟ حرام عليكم. جماهير نادي الزمالك جماهير كبيره، جماهير عاشقه للكوره، سيبك من المكسب وخساره، بس عاشقه. احنا في مباريات لما كنا بتلعب كويس الجماهير بتسقف لك رغم ممكن تكون اتغلبت او حتى ما الكوره مكسب وخساره. لازم نقتنع بالكلام ده. انما بجد انت مشيت لعيبه عشان تجيب مين؟ وما اللعيبه دي، يعني اللعيبه دي جايه باكتر من اللعيبه اللي مشيت. وفين الفلوس اللي في النادي؟ فين الناس دي كلها؟ يا معالي الوزير اشرف صبحي، حضرتك فين من نادي الزمالك؟ لازم يبقى في قرار يا جماعه، ما تسيبوش النادي كده. كابتن عفت خليني اقول لك، ما هو يعني الامور قرارات اتخذت خلاص من وزاره الشباب والرياضه، ولكن هل الامور بقى في الفتره الجايه كمجلس اداره موجود بعيدا عن رئيس النادي اللي ممكن يعني خلاص الامور بالنسبه له يعني ما بقاش موجود؟ ايه اللي هيحصل؟ هي دي النقطه. يا فاروق لازم يبقى في قرار. مجلس اداره ما عينش حد، خلاص يمشي. طالما هم مش عايزين ياخدوا قرار يبقى هم، انا اسف، تابعين، خلاص ما ينفعش. لازم الناس دي يبقى فيها بس دول منتخبين يا كابتن عفت. ايوه، المنتخب ده علشان يقضي خدمه، ما بيأديش الخدمه يتوكل على الله، الا بقى لو فيها حاجه ثانيه، لو فيها مصلحه تمسك بقى خلاص. انما المفروض ان الناس دي كلها بتعمل بدون اجر، متطوع. في حد متطوع يبقى متشبث بمكان يمسكه ويحارب عليه وقضايا ومشاكل عشان ايه؟ ما تسيبوا النادي يا جماعه. انتوا مش عارفين تديروا، ما تسيبوا النادي. ما تسيبوا النادي يا جماعه جماهيره، ما تسيبوا النادي الناس المحترمه اللي عايزه تدير النادي. انتوا بتقولوا ما فيش فلوس، نفس الوزاره تروح وتقول 1 2 3 4 5 6 يعرفوا الناس كل حاجه. في حاجات كتير قوي، بس الواحد مش عايز يتكلم برضه. الواحد عايز يحفظ وجه بعض الناس. متفهم كلامك يا كابتن واحساسك.